السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الحلقة الخامسة من برنامج يوم من حياتنا. إذا بعدما يعني رأينا يعني أبناء الجنوب غادي نزلنا للشمال باش نشوفوا أحد يعني ما غاديش نقولوا موهبة، بل هو وصل بالفن ديالو الراب. الأيشمان يعني معروف بالحي المحمدي، واللي رفع المستوى ديال يعني بالنوع ديال الراب ديالو هو داخل الأحياء ديالو. ما غاديش نكثر عليكم، غادي نخليكم مع الأخ غادي يشرح لنا بزاف يعني كيفاش بدا يعني الحياة ديالو والمشوار ديالو في الراب يعني، وتعمقنا بزاف في الفيديوهات ديالو عبر اليوتيوب. يعني كنتمنى من الله العلي العظيم تعجبكم الحلقه ونخليكم مع بعض الكليبات ديالو. كنعيش وحيد بين زناقه كانت تلاوح، مهموم مصدوم والكلاب كانت نابح، عندك الفلوس منك غتعيش لاضي. جيب زيت جيب الملحه جيب البصار بشويه الوالده، هذا عقل ماشي ميموار. اذا بعد ما شفنا يعني بعض يعني الكليبات ديالو عبر اليوتيوب، غادي نسولو اول سؤال اللي سولو لنا احد يعني الجمهور من الجنوب 700 كيلومتر هنايا. اذا غادي نتكلموا لان الاخ خصو يعطينا يعني بزاف ويتكلم لنا بزاف، وشيء عادي يعني. هذا كما كتعرفوا اشرف ملقب بايشمان، غادي يعطينا كيفاش بديتي يعني في الراب ديالك. شيء عادي. موهبه جاتني من الصغر، مني كنت صغير وانا موهوبه السين ديال الراب. الحمد لله حنا غاديين الطريق ديالو، وكنقول كاع روابا كاع لي زارتيست فهمتي شويه بشويه راه كلشي غادي الامور مزيان. دابا هذا الاخ هذا اللي قلت لك انه سولني عليك قال لي يعني كيفاش بديتي وانك غدا حتى هو يلاه بادي في هذا الدومين هذا في الجنوب. اشنو كتبغي توصل ليه؟ واش كتقول لي واش كتقول لي استمر، ولا انه رغم كل الظروف اللي كتوصلك يعني رغم كل المعرقلات يعني الداخليه وداخل المحيط ديالك انك مازال كتستمر باي حاجه؟ ما نقولش لي غير هو بوحدو، غنقول الجميع وي الجميع يكمل ويخدم ويسهر وان شاء الله راه بتشوفوا يكون خير. اذا يعني هاد يعني سميتو ما قلت لك عندك التيشيرت ديالك مكتوب فيه ما نفكر، يعني على ما اظن كاين اللي كيفهمها بحاجه اخرى. كاين اللي كيفهمها، كاين اللي كيقول بزاف الاسئله كيقول لك علاش كتقول ايتشما مونفاك، كيصحابو كنقول ايتشما مونفاك. لا ايتشما ما نفاك، ما نفاك كيفاش كتشوفوا في التيشيرت ما نتفاكش معاهم، ما نفاكش معاهم. هادشي اللي بتوصل يعني للناس. مزيان. اذا كما قلت لك عندك اول على ما اظن ماشي اول ديسك هو حياتي، لا اول صول. وراني الحساده وراني الحباب، تعلمت انا وبديت نحط اسطوره، واخا كنت العالقه في الخشبه اسطوره، هذه حياتي وكان عاود عليها. اول يعني كيكون فيديو كليب او يعني كليب اول صول سميتو اول حياتي. يعني كيفاش فكرتي تكلمتي يعني على ما اظن واش هذاك الفيديو يعني فيه مجموعه ديال اللقطات، واش كتكلم على المعاناه ديالك انت ولا على الشعب يعني المغربي داخل الحي المحمدي بصفه عامه؟ على الشعب المغربي داخل الحي المحمدي بصفه عامه كما قلتي. ماشي فهمتي حيت انا عايش في الحي المحمدي كنشوف الظروف ديال بنادم يعني كتكون قاهره، لانك كما كتقولوا يعني الفقر صعيب بزاف، ويعني صعيب على الانسان يعيش داخل يعني هذا المحيط هذا. وكازابلانكا يعني خصوصا غاليه على ما اظن الظروف ديالكم، واخا كيقولوا انها هي يعني مدينه اكبر يعني مدينه معروفه بالاقتصاد. ياك. اذا اش غادي نقول لك، كنتمناو لك التوفيق ايضا. اش كتقول الناس ديال اللي كينتقدوك؟ يعني عندك المعجبين ديالك تبارك الله، عندك في الساحه يعني كامل، عندك شخصيه وطنيه الحمد لله، عندك حتى الناس ديال المنتقدين. اش شنو كتبغي توصل لهم؟ حريه التعبير هذيك ديالهم اللي فهمتي كنفهمك. كاين اللي هو ما كيحملكش، ما عندك ما دير ليه، قول ليه يتوب عليك. يعني الاشخاص رغم كل الكراهيه اللي كتحيط بهم من طرف الاعداء ديالهم، الا وكيبغيو يوصلوا يعني رساله ديال السلم. يعني هذه كتكون رساله لهذا الاخ هذا، وكتكون للاخوان ايضا في الجنوب ان رغم يعني الوزن ديالو داخل المحمديه وداخل كازابلانكا ويعني وليفي داخل اليوتيوب ومجموعه من المواقع الالكترونيه، ما زال على كما كيقولوا صباغته وعادي. كنتمناو يكون قدوه للاخرين. المهم الاخ اشرف، بغيناك تكلم لنا على ستيل ديال الحوايج ديالك، يعني شيء عادي واخا انه كياخذ بزاف ديال الانتقادات من عند الناس، هذا كيكون اول سبب. ستيل ديال الحوايج ديالك، ستيل ديال الحوايج كما كتشوفوا بالخصوص ماشي ديال هاد البلاد فهمتي. كاين اللي غيفهمك، كاين اللي كتخرج بالستيل ديالك كيقول هذا راه شوف راه مبنت فهمتي، هو ما عارفش هذاك راه الهيت
الدراري دي جون راه السي هذا ما عندنا ما نديرو. طانكا كاين اللي كيقول طانكا كيقول شي كلمه فهمتي كيقول لك هذاك ديال طانكا راه هذاك بنيته. السيت عندها فهمتي هي هو يعني مطلع الإنسان. شويكه هو داير فاشن هو لابس سروال مكروس عليه هو ضارب ليبا ضارب جوردن كيقول لك ضارب المهم كل شنو يعني كيقول. هذه حريه شخصيه ديالك داخل المجتمع. يعني ما كتسمعش انت بزاف، يعني اي حاجه كتبغيها راسك كتبغي ديرها، يعني اللي بغى يهضر يهضر، اللي بغى يقول ما يقول. كنتسنى حتى شي واحد يقول شي حاجه. يعني شيء عادي، يعني كيكون حسابك بين حسابك فقط يعني من عند الله تعالى. يعني الله هو اللي يحاسبنا على اي حاجه كنديرو، هو اللي يمكن ليه فقط محاسبتنا. اما البشر كما قال لك يعني ما عندوش الحق باش يقول علينا هذا الكلام هذا. اذا كما كتشوفوا ديما كيبقى في شخصيته. اذا القضيه ديال كما قلت لك ديال ليفي داخل اليوتيوب انك كتوصل واحد العدد كبير. بعض يعني الناس عندنا في ماشي غير عندنا في تما سولناهم كيقول لك انك كتستعمل مواقع باش كتطلع هذوك ليفي. هادشي ما كاينش لي في دوك لي فان. كاين اللي كيقول لك كيدير اوتو في اوتو لايك، هادشي ما كاينش. حيت انا من هذاك النوع اللي انا ما كنعرف حتى التصويره من البروفيل نبدلها عاد غندير لي في ندير اوتو في فيه وشي، او انا درت اوتو في بنادم كيعرفني يعني كلشي يقد يدير اوتو في باش تعرف. هادشي ما كاينش. اذا الصفحه ديالك على الفيسبوك هي اشمان يعني هذه الصفحه واش انت اللي كتكلف بها ولا عندك ادمينات هما متكلفين بها؟ كاين لي زادمين، ولكن واش بعض المرات انت واش كتخليها ولا لا؟ بعد كندخل كنشوف بنادم شنو كيقول، كنشوف لي فان الدراري فهمتي. حتى انا كنشوف بعض المرات انا كنجاوب بنادم. انت اللي كتجاوب بنادم. عندك فيسبوكات على الموقع الفيسبوك ايضا كيتكلموا باسم ديالك انت ولكن ماشي هو انت. يعني وعلى ما اظن سمعت فين دزنا عند الحي المحمدي كنهضروا كيقول لك انه كيجبر لك صداع بزاف هاد الفيسبوكات هادو. اشنو الرساله اللي كتبغي توصل لهم؟ ما كاينين شي وحدين اللي ما عنده ما يدار ما كيحملكش كيصايب فيسبوك كيدير اشمان كيقعد كيدير التصويره اللعيبه ديالك كيبقى يدوي مع بنادم ما قادش هو يدير شي حاجه يوصل لها، كيدوي بصيب شي انايا باش هو يرشح ويعير بنادم. المهم انا شنو بغيت نوصل لهم، اشمان ما عندوش فيسبوك، اشمان عنده باج اوفيسيال، اشمان اوفيسيال باج، هادشي اللي عند اشمان. فيسبوك ما عنديش. هو اللي كيدير فيسبوك كيدوي مع بنادم الله يسمح لهم. الاشمان واش عندك شي فيديو كليب جديد ولا يعني شي البوم كتوجد ليه ولا شي حاجه ذكروا لنا ونعطوه للمشاهدين؟ كاين واحد الفيديو كليب خدامين فيه ان شاء الله هاد الشهر هذا غيتلاح في شهر 5 ان شاء الله. الاسم ديالو حفار، كليب كيدوي على حفار. كنشكرك بزاف اشرف وعلى حسن الضيافه، وغادي نقول لكم انه اشرف هدانا يعني هدا ودية الجنوب يعني هاد التوني هذا ديال المفاكر ان شاء الله حتى نجيو للقميم وغادي نوروه الناس ديالهم. شكرا على كل ما قدمتيه لينا وفي الحضور ديالنا عندك في الحي المحمدي. اخر كلمه غادي تقولها للجمهور ديالنا وما هي؟ اخر كلمه غنقول للجمهور دوكا على لي فان ديالي تسناو جديد. سلام الله عليكم والى اللقاء في حلقتنا السادسه ان شاء الله من برنامج يوم من حياتنا.